بلا شك ان كلنا عارفين ان الماسل فايبر ليها انواع تايب 1 وتايب 2، وكل واحده فيهم ليها وظيفه مختلفه عن التانية. التايب 1 او السلو تويتش ماسل فايبر دي وظيفتها الاساسيه انها تقدر تكمل معاك وتقدر تقاوم الجهد اللي انت بتحطه على عضلاتك اثناء التمرين واثناء يومك بشكل عام. تايب 2 واللي هي الفاست تويتش ماسل فايبر وظيفتها انها تطلع لك اكسبلوسيف باور يمكن لمده قصيره، بس القوه اللي هي بتقدر تطلعها خطيره، بس ما عندهاش قدره على التحمل زي التايب 1، فمش هتقدر تكمل معاك مده طويله. لما بنيجي نفرق ما بين التو تايبس اوف ماسل فايبر، اول تفرقه ما بينهم بتحصل عن طريق الوقت، التويتش تايم، وقدره كل فايبرز من دي انها تطلع الكونتراكشن بتاعها او الانقباض بتاعها في تايم عامل ازاي. فالفاست تويتش هي عندها القدره انها تطلع لنا اكسبلوسيف باور وقوه عاليه جدا لمده صغيره، دي هتلاقيها موجوده بشكل اكبر، او قدرتها انها تطلع لنا الباور اللي احنا محتاجينه ده عند الناس اللي رياضاتهم بتتطلب منهم الحته دي تحديدا. باور ليفتر والناس اللي بيجروا 100 متر والناس اللي بينزلوا سباقات سباحه 100 متر، اي رياضه عموما بتتطلب منك انك تعمل مجهود عالي قوي في مده صغيره، وده طبعا عكس اللي بيحصل تحديدا عند السلو تويتش ماسل فايبر او التايب 1. تايب 1 ماسل فايبر زي ما اتكلمنا انها قدرتها على انها تطلع لنا باور او تطلع لنا قوه عاليه صغيره. القوه اللي هتطلع منها او الانقباض العضلي اللي هيطلع منها صغير، مش حاجه ضخمه، لكنها هتفضل مكمله معاك مدد اطول بكتير عن الفاست تويتش ماسل فايبر او التايب 2. دي برضه هتلاقي قدرتها وامكانيه شغلها عند الناس اللي رياضاتهم بتتطلب منهم انهم ياخدوا وقت طويل في الرياضه دي، خروج مجهود قليل او انقباض عضلي قليل مده طويله، زي الناس اللي بيجروا ماراثون، زي الناس اللي بتركب عجل لمده طويله في السباقات بتاعتها. اي رياضه عموما الكومبيتيشن بتاعتها بتتطلب منك وقت طويل. السلو تويتش ماسل فايبر عندها قدره على التحمل وما بتتعبش بسرعه، ولكنها امكانيه خروج الانرجي منها او الانقباض العضلي منها ضعيف شويه. خلينا متفقين ان انت اثناء ما بتعمل اي تمرين او اي رياضه ايا كانت شكلها ايه، فالتو تايبس اوف ماسل فايبر شغالين، حتى اذا كانت رياضه بتاخد وقت قليل وبتطلع مجهود كبير، رياضه بتاخد وقت اطول ولكنها الانقباض العضلي اللي هي محتاجاه قليل. في الحالتين التو تايبس اوف ماسل فايبر شغالين، ولكن النسب بتاعتهم اثناء دي واثناء دي هي اللي بتختلف. ده طبعا بيحصل بناء على الكلام اللي لسه متكلمينه عن التو تايبس اوف ماسل فايبر دلوقتي. تفرقه للتو تايبس اوف ماسل فايبر حصلت عن طريق التويتش تايم، ووضحنا الموضوع ده دلوقتي بالكلام اللي لسه متكلمين. الاختلافات ما بينهم بتكون في الاستراكشر والمورفولوجيكال شيب بتاعتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التركيب بتاع التو تايبس مختلف عن بعض، يمكن مش اختلافات كبيره ولكن ما زال في اختلاف. عندك مثلا الفاست تويتش ماسل فايبر عندها حاجه اسمها الميوسين هيفي تشين بشكل اكبر من السلو تويتش. الميوسين هيفي تشين ده تركيبه الكيميائي بيبقى مكون زي ما احنا شايفين في الصوره، بيبقى مكون من ديل وراس. الراس بتاعته دي بيبقى فيها بندنج سايت لانزيم اسمه الاي تي بيز. الاي تي بيز ده هو اللي بيبدا سلسله التفاعلات اللي بتبدا تخرج طاقه او انرجي وقت ما نحتاج، خاصه زي ما اتكلمنا وقت الاكسبلوسيف باور، وقت ما نحتاج قوه عاليه قوي في جسمنا. الناحيه الثانيه السلو تويتش عندها ميوسين لايت تشين، وده مختلف في التركيب الكيميائي شويه عن الميوسين هيفي تشين اللي اتكلمنا عليه في الفاست تويتش. الميوسين لايت تشين وظيفته الاكبر ان هو بيعمل ريجوليشن اصلا ومسؤول عن الفلكسبيليتي بتاعه العضلات. الميوسين لايت تشين والبروتين ده تحديدا نسبته بتبقى اكبر في السلو تويتش ماسل فايبر او التايب 1، ونسبه الميوسين هيفي تشين بتبقى اقل. عشان كده هتلاقي ان السلو تويتش ماسل فايبر وظيفتها اكتر انها تديك تحمل اكتر ما تديك قوه انفجاريه واكسبلوسيف باور مره واحده. الفروقات المهمه جدا جدا اللي ما بين التايب 1 والتايب 2 كمان هي نسبه الكابيلاريز والشعيرات الدمويه اللي موجوده داخل الالياف العضليه دي. عندك السلو تويتش ماسل فايبر او التايب 1 هي مسؤوله انها تخرج الطاقه في وجود الاكسجين بعد مجموعه وعمليه من التفاعلات الطويله. تلاقي عند السلو تويتش ماسل فايبر او التايب 1 نسبه شعيرات دمويه اعلى، ضخ دم اعلى في الحته دي تحديدا عشان الدم ده يقدر يوصل الاكسجين للالياف العضليه دي. كده السلو تويتش ماسل فايبر دي اتسمت بالالياف العضليه الحمراء، الريد ماسل فايبر. عكس الناحيه الثانيه التايب 2 نسبه الشعيرات الدمويه دي قليله، انها بتعتمد في انتاجها للطاقه على الاي تي بي فوسفوريليشن، مش محتاجه اكسجين بنسبه عاليه بالمعنى الحرفي، عشان كده لونها بيكون بينك اكتر او مايل للابيض، عشان كده اتسمت الوايت ماسل فايبر. وجينا بصينا على الميكانيكال كاركتر بتاع كل واحده فيهم هنطلع اختلافات واضحه جدا. السلو تويتش مثلا عندها القدره انها تخرج لنا انرجي اثناء الايروبيك تريننج بشكل عالي جدا، لان جسمك وقتها بيبقى داخل له اكسجين وبيبدا يتنفس بشكل كويس اثناء التمرين
التمرينه دي. فجسمك بيبدا ياخد وقته وبيبقى عنده القدره انه اثناء الوقت ده يبدا يعمل التفاعلات الكيميائيه اللي هو محتاجها في وجود الاكسجين عشان يطلع الانرجي اللي هو عايزها. التفاعلات دي والانرجي اللي طالعه دي تقدر تكمل معاك ساعه وساعتين وثلاثه طول ما الانتنستي او الشده بتاعه التمرينه اللي انت بتعملها قليله. السلو تويتش ماسل فايبر عندها القدره انها تمدنا بالطاقه لمده طويله جدا، ولكنها ما بتتعبش طول ما الشده متحجمه والشده مظبوطه. لو فكرت تبدا تعلي شده التمرين، وقتها الفاست تويتش ماسل فايبر هتبدا تتدخل ونسبتها كماسل فايبر هتبدا انها تزيد اكتر من السلو. فاست تويتش ماسل فايبر عموما عندها القدره انها تطلع لنا اكسبلوسيف باور زي ما اتكلمنا، وقدره عاليه جدا من الطاقه، لكنها مش هتقدر تكمل معانا لمدد اطول. التفاعلات بتاعتها بتحصل في غياب الاكسجين او في عدم وجود. يبدا يحصل حاجه اسمها الاي تي بي فوسفوريليشن، فناتج المعادله اللي بتحصل دي جسمك بيبدا يطلع اي تي بي، بيبدا يستخدمه اثناء التمرين بتاعه او الكومبيتيشن بتاعته عشان يخرج طاقه سريعه جدا، ولكنها مش هتستمر لمده طويله وهتنتهي بسرعه. حاجه مهمه جدا ولازم نبقى عارفينها هو ان جسمنا عموما في كومباينيشن ما بين الفاست تويتش والسلو تويتش ماسل فايبر في كل العضلات بتاعتنا. نسبه بتزيد او بتقل ما بين التو تايب دول على حسب قدره العضله وشغلها وتأديتها للوظيفه بتاعتها اثناء اليوم بتاعك. عندك مثلا العضلات المسؤوله عن البوتشرال بتاعك والقوام بتاعك غالبا بتبقى شغاله معظم الوقت، زي مثلا السوليوس او العضله اللي موجوده تحت السمان، او المالتيفيدس والعضلات المسؤوله عن تثبيت العمود الفقري بتاعك. الوظيفه بتاعتهم انهم يحموا القوام بتاعك وانت واقف وانت بتتحرك وانت قاعد وهكذا. العضلات اللي زي دي لازم التايب 1 ماسل فايبر او السلو تويتش هي اللي تكون موجوده بنسبه اكبر، لان زي ما قلنا هي مسؤوله عن التحمل وتقدر تكمل معاك لمده طويله جدا. وانت فضلت واقف مده طويله مثلا تتجاوز الساعه والساعتين، عضلاتك ساعتها هتبدا تشيلك وهتقدر انها تكمل معاك طول الوقت ده، طول ما انت مش بتديها لود وانتنستي عاليه. فكان لازم، ودي من نعم ربنا علينا، ان العضلات المسؤوله عن القوام بتاعتنا يكون فيها الكومباينيشن او نسبه التايب 1 ماسل فايبر هي اللي موجوده بشكل اعلى. عكس مثلا عضلات تانية زي الكواد فهي برضو فيها كومباينيشن ما بين التايب 1 والتايب 2، لكن النسبه هنا ممكن تكون بالتساوي ما بين الاثنين، عشان الكواد يبقى عندها القدره انها تطلع لنا باور عالي اوقات ما نحتاجها، نفس الوقت تحافظ لنا على فرده الركبه اثناء ما احنا واقفين مثلا او اثناء ما احنا بنتمشى. خلينا نسال سؤال مهم جدا، هل التشينجز ما بين التايب اوف ماسل فايبر ينفع تحصل ولا لا؟ يعني مثلا ينفع التايب 1 يتحول لتايب 2 والتايب 2 يتحول لتايب 1 بناء على شده ونوع التمرين بتاعك ولا لا؟ الحقيقه ان كل الدراسات قالت لك لا، ده ما بيحصلش. الجينات بتاعتك هي المتحكمه الوحيده ما بين التايبس اوف ماسل فايبر، يعني نسبه الكومباينيشن اللي موجوده في كل عضله عندك المتحكم في ده هو جيناتك. هتلاقي ناس عندها قدره على التحمل بشكل عالي جدا بس ما بتقدرش تطلع اكسبلوسيف باور عالي، والعكس طبعا صحيح، بس لازم تاخد بالك من حاجه مهمه جدا. تايبس اوف ماسل فايبر كل واحده فيهم منقسمه لانواع كتير، كل نوع جوه واحده منهم بيبقى عنده قدره وقابليه اكتر ان هو يتشكل في شكل الثانيه. انت عندك مثلا التايب 2 متقسمه للانواع دي كلها. النوع الاول ده في كابيلاريز بشكل اعلى وعنده قدره على التحمل زي الماسل فايبر تايب 1 او السلو تويتش ماسل فايبر، شبيه بيها بشكل اكتر. انت بتتمرن تمرين عالي وشدته عاليه وعاوز انك يبقى عندك اكسبلوسيف باور بشكل عالي، جسمك بيبدا يروح للنوع الثاني من التايب 2. هكذا بقى جسمك بيبدا يلعب بناء على شده ونوع التمرين بتاعك. يعني هما النوعين الكبار بتوع الماسل فايبر نفسهم مش بينفع انهم يتحولوا لبعض، ولكن بيكتسبوا من خصائص بعض شويه. لو انت عندك التايب 2 موجوده بشكل اكبر، بدات تتمرن على التحمل لمده طويله، جسمك هيبدا يكتسب وهيأدابت على التمرين اللي انت حطيته لنفسك، وهيبدا يكتسب تحمل وقدره على الانديورنس بشكل اعلى. ولو انت عندك نسبه التايب 1 اكتر في عضلاتك وعندك قدره على التحمل بس عايز تطلع اكسبلوسيف باور، مجرد برضو ما تظبط تمرينك وتبدا تخلي التمرين بتاعك شدته اعلى لفترات قليله او لمدد قليله، جسمك بعد فتره هيبدا يأدابت ويبدا يروح للحته الثانيه ويبدا يكتسب من خصائص التايب 2 ماسل فايبر ويبدا يطلع لك اكسبلوسيف باور بشكل كويس، بس طبعا ده هيكون لمده اقل. ففي كلتا الحالات احنا جسمنا عنده القدره على الادابتيشن بشكل عالي جدا نتيجه للتمرين اللي انت بتعمله. الخصائص بتاعه التو تايبس اوف ماسل فايبر هتبدا انها تتحول وتتشكل بشكل اكبر نتيجه للتمرين بتاعك وشدته ومدته والحاجات دي كلها، لكن الانواع نفسها
زي ما اتفقنا هي ما بتختلفش وما بتتغيرش. هنا بقى ندخل مع بعض في نقطة عملية جدا وتطبيقية شوية. احنا اتفقنا قبل كده في الفيديو بتاع نيورال ادابتيشن ان عشان يحصل ريكروتمنت او عشان يحصل تجنيد للالياف العضلية بتاعتنا بيحصل بمبدأ اسمه السايز برنسبلز، بمعنى ان التايب 1 ماسل فايبر بتبدأ تشتغل الاول، وبعد كده لو زودنا الحمل عليها نتيجة للتمرين اللي احنا بنتمرنه بتبدأ التايب 2 تبدأ تدخل في الموضوع وتشتغل بشكل عالي. طبعا الموضوع من البداية الاتنين بيكونوا شغالين، بس النسبة بتاعة التايب 1 بتكون اعلى نتيجة للحمل الخفيف اللي احنا حاطينه في التمرين بتاعنا. بس بمجرد ما بنزود الحمل اللي احنا بنحطه بيبدأ التايب 2 هو اللي يقوم بالوظيفة ويبدأ ياخد النسبة الأكبر من الفايبرز اللي شغالة. انت عشان كده لو جيت فكرت بالمنطق هتلاقي ان التايب 2 ماسل فايبر هي شغالة أكتر بكتير في كل تمارين الجيم اللي احنا بنتمرنه، عشان هي اللي عندها القدرة انها تشيل الأوزان أو اللود اللي احنا حاطينه على عضلاتنا أثناء التمرينة بتاعتنا. طبعا لأن الوقت تحديدا اللي احنا بنشيل فيه الوزن لو الأوزان بتاعتنا عالية واحنا بنلعب في الحتة ما بين السترينث والماكسيمال سترينث بتاعنا، التمرين بتاعك في الوقت ده غالبيته هيبقى انايروبيك تريننج او تمرين زي اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه، ان جسمك مش بيبدا يدخل الاكسجين في التفاعل عشان ينتج انرجي، لكنه بيستخدم الاي تي بي اللي موجود في العضلات. مين اللي عنده اي تي بي كويس ويقدر يطلعه في خلال التمرينه دي تحديدا؟ هو الفاست تويتش ماسل فايبر. فعشان كده الفاست تويتش ماسل فايبر او قدرتها على الزياده العضليه وقدرتها على انها يحصل لها هايبرتروفي اكتر بكتير قوي من السلو تويتش ماسل فايبر. النقطه اللي احنا لسه متكلمين عليها دي تحديدا هتاخدنا في نقطتين. اول حاجه ان انت لو عايز تكبر عضله الكومباينيشن او نسبه التايب 1 ماسل فايبر فيها بشكل اعلى، انت مش محتاج خالص انك تروح للحته بتاعه التحمل وتفضل تجيب عدات كتير بوزن قليل لحد ما تبدا تحس بالعضله، لكن شغلك بوزن عالي تحديدا على العضله دي هيبدا يعمل اكتيفيشن بشكل اكبر على الفاست تويتش ماسل فايبر، تبدا انها تزيد بشكل اعلى مما تتخيل. لاننا احنا لسه قايلين حالا ان الفاست تويتش ماسل فايبر هي عندها القدره انها يحصل لها هايبرتروفي اكتر بكتير من السلو تويتش ماسل فايبر. لو انت عايز تكبر عضله زي السوليوس زي ما احنا لسه قايلين انها فيها نسبه تايب 1 ماسل فايبر بشكل اعلى، هات وزن عالي، اعمل التمرين بتاعها بشكل صح، اكتف الفاست تويتش ماسل فايبر، قدرتها على الزياده العضليه اكبر فهتزيد، فهتلاقي الدنيا تمام. مش محتاج خالص انك تجيب وزن اقل وتفضل تلعب عدات كتير قوي مالهمش لازمه. ودي نقطه مهمه جدا، ودي بتوضح لنا ليه الناس اللي بيلعبوا على مستوى الاسترينث او الباور ليفتر بشكل عام بيبقى عندهم قابليه للزياده العضليه بشكل كويس قوي لو اهتموا بالحته بتاعه الهايبرتروفي. هم اصلا في تمرينهم عاملين ريكروتمنت لكل الفاست تويتش ماسل فايبر بشكل عالي جدا، ان كل تمرينهم حرفيا بيتطلب منهم انهم يطلعوا باور عالي ويطلعوا قوه عاليه اثناء التمرين. كل الفاست تويتش ماسل فايبر اللي موجوده في جسمهم معمول لها اكتيفيشن بشكل كويس جدا. زي ما قلنا ان هي عندها قدره اكبر ان يحصل لها هايبرتروفي او زياده عضليه اكتر من السلو. مجرد ما الناس بتوع الباور ليفتر او الناس اللي بتلعب على الاسترينس تبدا تهتم شويه بالريكفري، تبدا تهتم شويه بالاكل بتاعها وتنظيمه، وتبدا تهتم شويه بالفوليوم وتقسيمه التمرين بتاعتها والسلكشن تحديدا بتاع الاكسرسايز، كمان يبداوا يزيدوا العضلات وبيحصل لهم هايبرتروفي بشكل رهيب. زي ما قلنا كده كده الماسل فايبر اللي مسؤوله عن الزياده اصلا واخده الدوز بتاعتها من التمرين بشكل حلو قوي، هي محتاجه تكه صغيره وتبدا انها تطير. كل ده ناتج من الجزئيه البسيطه دي، ان عندك القدره بتاعه الفاست تويتش ماسل فايبر على الهايبرتروفي او الزياده العضليه اكتر بكتير من السلو. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت باكتر المواضيع اللي حاببنا نتكلم عنها الفتره الجايه.